المشايخ، وهو دكتور في إحدى المستشفيات في الرياض. يقول قبل سنوات كنت مناوب في أحد الأقسام. يقول فجاءت لي الممرضة في منتصف الليل وقالت لي إن المريض في الغرفة الفلانية يحتضر، يعني واضح في الأجهزة، تشير الأجهزة إلى أنه يحتضر. يقول فجئت وحضرت، ويقول كان المريض في 70 من عمره، وكان مرافق معه ولده تقريبا في 30 من عمره. يقول فعلا الولد كأنه حس أنه فعلا ولده يحتضر، فوجدته عنده يحاول يلقنه الشهادة ويقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، يا والدي قل لا إله إلا الله. يقول جئت وأنا عنده وكذلك أخذت يعني نلقنه قل لا إله إلا الله. يقول يعني كان يحاول أنه يقول هذه الكلمة لكن ما استطاع. يقول في الأخير قال: يا ولدي والله إنها كلمة سهلة يسيرة لكني ما أستطيع أقولها. سبحان الله. يقول والولد يلح عليه: يا ولدي قول حاول يا أبتي، يا والدي قل. يقول حتى فاضت روحه إلى الله وما قال لا إله إلا الله. يقول فانفجر ابنه بالبكاء، وحق له أن يبكي على فراق والده حتى لو أنه قال لا إله إلا الله، فكيف وقد حرم من حسن الخاتمة وأن يقول لا إله إلا الله. كما جاء في الحديث: هي بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام المبشر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقول بعد أن هدأ عزيته ويعني خففت عنه، ثم قلت له: يعني أبغى أعرف إيش كان يعمل والدك يعني. يقول قال: والدي والله طيب مع الوالدة، مع أخواني، مع أخواتي، مع أخوانه وأخواته، مع الجيران ومع الناس كلهم. والدي والله يا دكتور كان محافظ على الصلوات في المسجد، لكن كان محافظ على 4 صلوات فقط في المسجد. صلاة الفجر ما كان يصليها في المسجد، ويليته كان يوم يصليها في البيت كان يصليها في وقتها قبل شروق الشمس، كان يصليها دائما بعد وقتها وشروق الشمس. ويا ما نصحناه ويا ما كلمناه في خطورة هذا الأمر اللي هو عليه، تأخير الصلاة وخروجها عن وقتها، لأنه لو صلى في البيت وفي وقتها فهو على خير وصلاته مقبولة كما ذكر العلماء، ما في مانع. لكن هو الخطر، كل الخطر يا إخواني في تأخيرها وخروجها عن وقتها. يقول إن كان شيء حجب عن والدي سوء عن والدي حسن الخاتمة فهو عدم محافظته على صلاة الفجر في وقتها. فلذلك يا إخواني مثل هذه القصص يعني فيها عبرة وفيها عظة، والله سبحانه وتعالى يطلعنا على أحوال بعض الموتى في حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة حتى نتعظ. إخواني الصلاة خليها رقم 1 في حياتك. إذا أردت رحمة الله ومغفرة الله وعفو الله وجنة الله وأردت حسن الخاتمة وأن تنطق بلا إله إلا الله فحافظ على الصلوات في وقتها. الصلاة الفجر إخواني الآن في رسوب كثير في صلاة الفجر من إخوان المسلمين هداهم الله. بعد صلاة الفجر بساعة